السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع قصة جديدة وقصة وعبرة. ومش هقول لكم اسمها، هسيبكم انتوا اللي تسموها ان شاء الله في الكومنتات. قال احدهم: زوجتي الغالية تكره الحشرات والحيوانات بأكملها، ولكما ارتفعت صرختها المدوية في أرجاء الحي كله لرؤيتها صرصار، أو لأن قطة جيراننا اقتحمت منزلنا. كنت كلما تشاجرنا وخاصمتني أجد من الصراصير أو القطة حجة لتركض إلى أحضاني، وكان الأمر ينجح في كل مرة. بدأت حكايتي عندما ترجتني كثيرا أن أقوم بتأجيل سفري لأن الحمل يتعبها، ولأنها تحس بانقباضة في صدرها، ورغم إلحاحها الشديد سافرت. في الحقيقة لم تكن الرحلة بتلك القيمة المهمة، لكنني أردت اللهو، خصوصا أن تلك السكرتيرة الحسناء الفاتنة ستذهب معنا. عدت بعد أسبوع لم تكلمني فيه سوى مرة واحدة لتطمئن على وصولي سالما. أعلم أنها غاضبة مني، لكن لا بأس، بعض الحشرات ستحل الأمر. إلا أنني صدمت بمعرفة إجهاضها، وأننا خسرنا أول مولود كنا سنرزق به. حزنت جدا وأحسست بتأنيب الضمير. ظننتها ستخاصمني للأبد، لكنها حتى لم تلمني، حتى لم تقل شيئا، ولا حتى كلمة واحدة. ظلت تتصرف بعفوية حين أنزلت سكرتيرة الشركة صورا لنا في نزهة سويا. ظننت أن الحرب ستقام، لكنها أخبرتني أنني أبدو وسيما في الصور. أما اليوم فقد كان مختلفا جدا. ونحن نتناول الطعام مر صرصور بجوارنا. ركضت إلى النافذة لأغلقها قبل أن تبدأ بالصراخ وجمع الجيران حولنا، لكنني وقفت مصدوما في مكاني. زوجتي تطارد الصرصور بفردة حذاء وتقتله. لم تكتفي بذلك، بل حملته وقامت برميه، ثم غسلت يدها وعادت لتكمل طعامها. في الغد حين عدت من العمل كانت قطة الجيران تصول وتتجول في البيت على مرأى من زوجتي دون أي رد فعل. الآن فهمت أن زوجتي انطفأت، وأن المرأة التي تمسكت بيدي مترجية ألا أسافر قد اختفت منذ الليلة التي وقعت بها ولم تجدني. حدث بالفعل أنها لم تجدني بجانبها لأسعفها، فكان ابننا هو القربان. الآن عرفت أنني لو أحضرت أسدا إلى البيت لن تركض لحضني لتحتمي بي، بل ستتجاهله أو تركض خلفه بحذاء. لا أستغرب حتى إن قامت برميه بالرصاص، فقدت حقي بإسنادها منذ اللحظة التي احتاجتني ولم تجدني. حقا لم تجدني، لأنني كنت أتودد لأخرى. هي انطفأت وأنا اشتعلت ندما وحسرة، وكلانا خسر. العبرة من القصة إن احنا نحب بعض وندي لبعض الشيء اللي احنا محتاجينه قبل ما نخسر كل حاجة، والدنيا مش دايما لحد. هسيبكم على خير، وهستنى رأيكم في الكومنتات. وإذا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، عشان إن شاء الله يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.